داز العمر وانا ساكت نصبر، والقلب شاعل فيه الجمر. نخبي غبينتي في دوا خلي ونستر، ونضحك والدمع في العين مدفق بحر. يا ليل شحال طولتي على السمر، وجرحي فيك ملقى. سلام. الهروب الأكبر إلى زبدة. راه السيمانة وقبل تيوجدوا باش يعاودوا نفس العملية أو نفس الهروب الجماعي لزبدة لنهار 15. وطبيعة الحال دابا الدولة واقفة على شغلها، يعني مزيرات الدعوة في الترانات، في محطات الكيران، في الطرقان، كثرة البراجات باش حتى واحد ما يوصل للف نداء لجهة الناظور. حتى هنا مزيان. علاش؟ حيت ديك الساعة في الأول كانوا مستغلين عيد العرش، يعني ما يمكنش والصيف، يعني ما يمكنش الدولة غادي دير واحد المنطقة عازلة في الشمال باش حتى شي واحد ما يوصل. وي في راسهم الناس جايين، وي في راسهم كثر، ولكن بعملية أمنية صعيب. باش يبان لك بزاف 40,000 50,000 جاية دقة وحدة تدخل لمدينة وحدة، صعيب باش تحبسها. من غير إلا حركتي القرطاس هنا غتولي حاجة أخرى. ما غاش ندويو على واو 40,000 50,000 دخلوا سبتة وكذا، غندويو على حاجة أخرى هي حقوق الإنسان. شوف المقاربة الأمنية، قتلات، حتى هنا مزيان عادي. المهم غدا غالبا يكونوا كتار أفارقة جنوب الصحراء هما اللي غادي يكونوا كتر من المغرب، الله أعلم. حيت بانت لي القضية محركة الدواء، خصوصا في مراكش اللي تشوف الأفارقة جنوب الصحراء تي موجدين وكان اللي مشى. يعني غدا نشوفوا بلان اخر، واخا مزيرات الدواء باش نلخم مزيرات الدواء بزاف اللي غادي يحرق. المهم نرجعوا للسلب. هذا الهروب الاكبر او كما تيتسمى الهروب الى السبته. علاش هذا الهروب الى السبته ماشي هو المشكل هو علاش ولا الشاب المغربي باغي يهرب اصلا. خلينا نكونوا واضحين، ماشي كل شيء مؤامره، وماشي كل شيء مؤامره خارجيه، ولكن حتى اللي كيبغي يفسر احداث الهجره غير بالمؤامرات راه كيهرب من السؤال الحقيقي. السؤال اللي خاصنا نطرحه هو شنو وقع للشاب المغربي حتى ولا مستعد يرمي راسو في البحر ويغامر بحياته ويخلي دارو وبلادو ويمشي للمجهول؟ واش غادي نقولوا ليه المخابرات الجزائريه هي السبب ونرتاحوا؟ وإلا كانت فعلا جهات خارجية كتستغل غضب الشباب وكتوظف وسائل التواصل وكتضخ خطابا عدائيا في هذا الشيء، خاصو يتواجه بكل حزم. ولكن السؤال الأكبر هو علاش لقات هذه الجهات أصلا الشباب محبط غاضب وفاقد للأمل باش تستغلهم؟ المؤامرة كتحتاج أرضية، والأرضية كتبدا من الداخل. ملي الشباب كيشوف البطالة والزبونية وغلاء المعيشة، وكيشوف في السوشيال ميديا حياة مختلفة تماما على الواقع ديالو، وملي كيحس أن المستقبل مسدود قدامه، فالمشكل ما بقاش أمني فقط، راه ولا المشكل ديال الثقة والانتماء والمستقبل. والأخطر من كل شيء هو ملي كيولي المغربي كيشوف أن قيمته الحقيقية غادي تبدا غير منين يخرج من البلاد. كيولي المهاجر الزماكري عنده صورة حسن من المواطن، كيولي اللي جاي من أوروبا كيتشاف بين مختلفة. وهذا الشيء أنا شفتو بعينيا في لوتوروت فاش غادي تبان لك محطات الاستراحة، ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل هما كاتبين محطات الاستراحة خاصة بالمهاجرين المغاربة. وفاش دخلت أول حاجة تيضربوا على الماتريكيول، فاش يبان لهم ماتريكيول واخا تكون بابك الطوموبيله هابطه من السما، تشوفوا الماتريكيول مغربي ماشي تتحس، لا تيحسوك بانك غير مرحب بك في وسطهم. وهذا الاحساس اما حقهم. علاش؟ تتشوف بانهم واخدين هذا البوفوار من الدوله بطريقه الاستقبال، وتيدخلوا لنا العمله استعبا كذا، ومن بعد ما غاديش نميزوهم هاد المواطنين، حيت ولاو هما تيحسوا بانهم الدرجه الاولى كمواطنين. وانت داخل البلاد واخا تكون بوظيفتك وسائل بين قوسين معيشيه متاحه لك، فانك تتحس بانه تحسوك بانك مواطن من الدرجه التحتيه، ماشي الثانيه ولا الثالثه، مواطن دوني. وهنا كنصنعوا بيدينا اخطر فكره ممكن تدخل لعقل الشاب، هي الا بغيتي تكون عندك قيمه خاصك تهاجر. وهنا خاصنا نوقفوا، حيت ما يمكنش نبنيو وطن قوي بالشباب كيشوف المستقبل ديالو خارج الوطن، وما يمكنش نواجهوا الهجره غير بالاسلاك والحواجز والقوات الامنيه.
تقدر تمنع شاب من الوصول للبحر، ولكن ما تقدرش تمنع عقله من الهروب. تقدر ترجع من الحدود، ولكن واش تقدر ترجع ليه الامل؟ وتقدر تسد عليه طريق نحو سبته، ولكن واش فتحتي له طريق نحو مستقبل يستاهل يعيش عليه؟ اما اسبانيا والجزائر واي جهه خارجيه، فكل طرف غادي يحاول يستغل نقاط الضعف ديال خصمو. هذه هي السياسه، شيء عاجي. ولكن الدوله اللي كتخلي شبابها يوصلوا لمرحله الياس كتولي كتسهل على الاخرين مهمه استغلالهم. الخطر الحقيقي ماشي غير في المؤامره اللي كتجي من برا، الخطر هو في الثغرات اللي كنخليوها محلوله من الداخل. لهذا قبل ما نسولو شكون حرك الشباب، خاصنا نسولو سؤال صعيب: شكون خلى الشباب يوصل لهذه المرحله؟ وشكون غادي يتحمل مسؤوليه الجيل كامل كيحلم بالهروب اكثر مما كيحلم بالمستقبل هنا؟ المغرب ما محتاج غير الشباب يحرسوا الحدود، المغرب محتاج شباب باغي يبقى فيه. وهنا كتبدا المعركه الحقيقيه، ماشي غير معركه ضد الهجره، بل معركه من اجل يبقى الوطن مكان يستاهل الشباب يعيشوا فيه، يحلموا فيه ويحققوا راسهم فيه. حيت الوطن اللي كيطلب من ولادو يبقاو فيه خاصو اولا يعطيهم سبب حقيقي باش يبقاو فيه. سلام.